السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله فيديو جميل جدا عن العناية بالشعر كده وحاجات جميلة. انتوا عارفين طبعا أي حاجة بجربها أنا وولادي بحب ان انا اشاركها معاكم علشان تستفيدوا، وخاصة كمان لما تكون منتشرة ومشهورة في السوشيال ميديا او انها مشهورة في الاستخدام. فهقول لكم بصراحة وهنقراها مع بعض ونشوفها مع بعض. النهاردة بقى معانا، بصوا معانا ايه النهارده ان شاء الله، ريفيو عن زيت البرهان اللي اشتهر جدا جدا. انا بقى جايباه برده من فتره وكنت منتظره صراحه، حتى يعني برده عامله حظر تجول عليه ان انا استخدمه لما افتحه معاكم، لانه طبعا مهم جدا، زائد ان هو غالي شويه وطالع عنه كلام كتير واعلانات وهيصه وحاجات كتير. لو اول مره بقى بتشوفيني انزلي تحت الفيديو اشتركي في القناه، سبسكرايب وفعلي الجرس، اضغطي على الجرس واختاري الكل، يبقى انت كده فعلتي اشعارات فيديوهاتي ان شاء الله تتابعيني على طول. وما تنسوش حبايبي تعملوا لي لايك للفيديو. بصوا بقى نبدا كده بسم الله. ده مبدئيا زيت البرهان. زيت البرهان فيه منه 3 الوان اهو. زيت البرهان زيت طبيعي موجود فيه، طبعا انا مش بعمل له دعايه على فكره خالص، انا اول مره استخدمه. وهقول لكم برضو رأيي بصراحة. يعني لو سألتوني بعد مثلا يومين 3 كده من الاستخدام، لأن أنا دينا اهو بدأت نستخدمه إن شاء الله من النهاردة، يعني أنا وبنتي إن شاء الله هقول لكم ان شاء الله رأيي فيه بصراحة جدا. هما بيشكروا فيه وبيقولوا فيه عنه يعني شاعر، فخلينا نشوف كده ونفتح ونشوف التجربة مع بعض. زيت البرهان زي ما انا قلت لكم هو دي زيت طبيعي زي ما انتم شايفين اهو، دهان البرهان. طبعا هو كان عرض خاص لفتره محدوده، معرفش بصراحه دلوقتي، انا جايباه من كام شهر كده بس ما فتحتوش، يا دوبك فتحنا بس اتفرجنا. هو بصوا بيبقى جاي متبرشم بكيس كده، او اللي هو الكيس المقوى، زي مثلا اما تجيبي اي حاجه متبرشمه، تمام، كله بيبقى متغطي. وهو العلبه علشان تعرفوا ان هو الاصلي العلبه حديد، وده اجمل حاجه بصراحه، حلوه جدا، تحافظ قوي قوي على الحاجه من جوه. وكمان طبعا يعني مصروف على العلبه. المهم انك انت العلبه ديت بعد كده هتستخدميها، اكيد هتستفيدي منها بقى، تستخدميها بقى منظم لاي حاجه، لان ما شاء الله حجمها كبير خالص اهو. بصوا شبر ما شاء الله، يعني حوالي 25 سم الطول بتاعها، ماشي. دي في منها 3 الوان، انا جبت اللون الازرق، تمام اهو، او بعدت كمان ان انا اجيبه، انا جايباه من رجب العطار نفسه، وكمان بيتباع في الصيدليات برضو، ده بتاع رجب العطار، ده اللي بيعلنوا عنه يا جماعه. ده منه 3 الوان، ده انا جبت منه الازرق، ودوت ليه هقول لكم اللي مكتوب عليه. في الوان منه، في لونين تاني منه، يعني 3 الوان هما. انا جايبه اللون الازرق، طبعا تختاري اللي انت عايزاه. وبقى النصيحه انك انت كمان لو عايزه انك تستفيدي وتغذي شعرك بحاجات طبيعيه، لو عجبك طبعا المنتج، تروحي تجيبي مثلا ال3 الوان، تاخد معاكي الازازه مثلا ما بين 3 شهور 4 شهور، وممكن اكتر على حسب طبعا كثافه استهلاكك، على حسب كثافه الاستخدام الشعر وطريقه الاستخدام وكده، تمام. بصوا بقى دوت مكتوب عليه اهو عرض خاص لفتره محدوده. ده كان سعره حوالي 170 جنيه او 175 جنيه، جايباها من رجب العطار نفسه، من رجب العطار اللي في وسط البلد يا جماعه، تمام. ده اللون الازرق، ده تركيبة زيوت طبيعية لفرد الشعر، فرد طبيعي تدريجي يعني مع الاستخدام. واهم حاجة في الحاجات دي يا بنات انك انت من اول يوم انت استخدمتي فيه ان شاء الله حتى تعمليها رسالة تذكير على التليفون مثلا، عشان لو ورقة ممكن تضيع ولا حاجة. المهم انك تكتبي اليوم اللي انت بدأتي فيه، دي حاجة. الحاجة التانية ممكن كل مثلا اسبوع او كل اسبوعين خدي صورة لشعرك، صورة تكون واضحة بإضاءة مثلا، يعني تبقي مسلطاها شوية على شعرك. كل أسبوعين فترة كويسة جدا ومناسبة، كل أسبوعين صوري شعرك بالتليفون، تمام، ويبقى الإضاءة كده كويسة وبنفس الوضعية.
وبعدها باسبوعين تصوري برضو بنفس الوضعيه. دي احسن طريقه على فكره، وديت انا سائله فيها دكتور التجميل، هي اللي قايله لي الفكره ديت، ان لازم اي حاجه هنستخدمها للعنايه بالشعر وفروه الراس والتساقط والتطويل والتقصف واي حاجه للشعر، انك انت تاخدي لها صوره بنفس الوضعيه وبنفس الاضاءه كل فتره، علشان بعد كده انت تحطي الصور جنب بعض وتقارني، وتبقى سهله ان شاء الله، لان طبعا على تليفونك فهتبقى سهله جدا، وتقارني ايه المفعول اللي تم على شعرك. تمام. ده بقى شعرك انعم بدون هيشان، يبقى اللون الازرق للشعر اللي هو مثلا بيهيش شويه. غالبيه الشعب المصري يعني في قصه الهيشان دي طبعا عشان درجه الحراره والكلام دوت، الغالبيه يعني، فده هيتناسب مع كله. دوت لشعر انعم بدون هيشان. انا صراحه كنت عايزاه للتساقط، بس اللي دخل واشتراه فعلا من المحل كان ابني، ف يعني هو ايه، اخد مثلا اللي قدامه، هم الثلاثه طبعا محطوطين وبيبقوا معروضين. تمام. بس ان شاء الله دوت هينفع جدا، لان زي ما قلت لكم انا ناويه ان شاء الله اجرب الثلاثه، اللي هو للتطويل وللتقصف، وده بالنسبه لشعر ناعم وبدون هيشان، ودوت لفرد الشعر فرد طبيعي تدريجي. يعني ده حلو جدا، تقدروا ان انتوا تستخدموه ان هو كمنعم للشعر، فطبعا ده حاجه حلوه قوي هتنفع مع ناس كتيره خالص خالص. واحلى حاجه في المنتج ده طبعا ده زيوت طبيعيه هتنفع لحد كبير او لطفل. تمام. شغال مع كله، وللبنات وممكن كمان للولاد. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هي مرسومه حاجات طبيعيه، مش عارفه زي زيتون وزيت وبذور كتان، مش عارفه يعني بصراحه، بس هي شويه حاجات كده واعشاب وقرنفل كلام زي كده. مستحضر تجميل دوت عبوه 250 مللي، وهوريكم شكلها من جوه وحجم العبوه بالظبط. بيقول لك ده زيت شعر البرهان الاصلي 25 زيت عشبي في منتج واحد. ده حاطين 25 زيت اللي مستخرجين من اعشاب ومتخلطين في ده، فده الحلو فيه ما شاء الله. ان شاء الله كده باذن الله يكون كويس، واتوقع باذن الله ان هو هيكون حاجه عمليه باذن الله. بيقول لك هنا دهان البرهان تركيبه متميزه به مجموعه من الزيوت الطبيعيه المعالجه للشعر وتقويته، وتعيد حيويته من الجذور الى الاطراف، ويعوض شعرك عن الزيوت المفقوده، ويحميه من العوامل الجويه. دهان البرهان يساعدك على التخلص من مشاكل شعرك المجعد، للشعر المجعد او اللي فيه موجة او اللي فيه كسرة كده او اللي هايش شوية، ويعيد له الانسيابية والنعومة، كما ان دهان البرهان يعيد لشعرك الترطيب الفائق. طبعا بيرطب ويقضي على مشكلة الجفاف من الجذور الى الاطراف. طبعا القرايه ديت كلها عن ان دوت خاص بايه بالظبط، اللي هو اللون الازرق. دهان البرهان الفرد، يعني انت لو عايزه للفرد وللتنعيم يبقى تجيبي اللون الازرق، بصوا، هل تعاني من الشعر المجعد؟ هل تعاني من الجفاف المستمر لشعرك؟ هل تعاني من النمو من التموجات الكثيره بشعرك؟ إليك الحل الأمثل والأفضل على الإطلاق، دهان البرهان. كده نحن عاملين زي إعلانات التلفزيون. تمام. أهو ده كل اللي مكتوب عليه. بصوا بقى المكونات. ده بيقول كلها إنها هي طبيعية وكلام زي كده. إنتاج شركة هاي كير. يجي المستحضرات التجميل، مش عارفة ليه بس هو بيعلنوا عنه انه دوت في رجب العطار. ماشي تمام. ممكن يكون ان هو على اساس ان هو يبقى اصلي، يعني لانه سعره طبعا عالي. وزي ما انا قلت لكم هتتاكدوا بان العلبه حديد اهي. بصوا يا جماعه اهي حديد، حديد زي ما انتم شايفين، اما الازازه من جوه بلاستيك. تمام. مكتوب المكونات: زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الخروع، زيت القرنفل، مجموعه من الزيوت الطبيعيه الاخرى، 25 زيت هم مخلطينهم مع بعض. يلا بينا نفتح كده ونشوف طريقه الاستخدام، لان دي اهم حاجه، عشان كده احنا هنطول الفيديو. بصوا ما شاء الله اهو محفوره كلمه البرهان، هي بارزه اصلا هنا اهي
ما شاء الله بارزه، بصوا عامله ازاي، بارزه اهي ومحفوره. هي بصراحه العلبه كفايه، العلبه جميله جدا، شكلها مغري يعني بجد اهو. بص اهو، بسم الله اللهم صل على النبي، ما شاء الله حلو جدا اهو. ريحه الزيوت طلعت عليا. اهو بصوا دي البرشمه اللي بقول لكم عليها، شايفين اهو اهو، دي اهو مبرشم كده من بره كله بالبلاستيك بتاعه يعني. كانت العلبه على فكره الحديد دي بالظبط كده، طبعا احنا ما فتحناهوش اهو زي ما انتم شايفين. ده بيحقق طبعا ان هو اهو المشمع او البلاستيك اللي هو متبرشم بيه ده، علشان ان العبوه تجيلك كده 250 مللي سليمه ما شاء الله للاخر، ولا مزيته ولا واقع منها حاجه ولا داخل لها هوا ولا اي حاجه. انت اول واحده هتفتحيها بجد حلوه، العبوه حلوه جدا، العلبه حلوه استفيد منها. بصوا بصوا ما شاء الله اهو، شايفين حديد حلو قوي زي ما قلت لكم، كفايه الحديد. طبعا انت عادي يعني تقدري بعد كده نستخدم بقى اهو نستخدم بقى الزيت ونحطه كده، واحنا نستخدم العبوه نفسها يعني. تمام اهو، وادي الورق. نقرا مع بعض دلوقتي الورق كل الحاجات دي. يعني خلي الازازه كده واقفه. تمام نشوف بقى بيجي معاها من جوه، بصوا 3 ورقات ما شاء الله، مش عارفه ايه ده، الله ده فيها كمان سحب يا بنات، فيها مسابقه. شركه ايه، هاي كير ايجي، شكرا لكل عملائنا الكرام على ثقتكم. ماشي، البرهان اعشاب اصلي، الله ده ممكن سحب على غساله او ثلاجه، معقوله؟ الصور الموجوده ارشيفيه دعائيه، ماشي تمام حلو قوي. بصوا بقى اختاري اللي نفسك فيه، واحده فقط وممكن نهديكي بيه. الله، غساله، ثلاجه، مكنسه كهربائيه، شاشه 32 بوصه، الله، مايكرويف، انا عايزه مايكرويف والله لبيتي التاني، حلو. خلاط او حتى خلاط حلو يا بنات، شاشه 32 بوصه حلوه برده، ربع جنيه دهب يا باشا، ماكينه براون للعنايه الشخصيه، وممكن بوتاجاز. طب والله حلوه. بصوا بقى اكتبي ايه اللي بتحلمي بيه والبرهان ممكن يحققه لك. حلوه فيها هدايا، املي الكوبون وارسلي على الواتس ده، ممكن تكون سعيده الحظ مع زيت البرهان وتحقق حلمك. تمام جدا. وممكن على فكره تستعلموا عنه في الفيس. حلو قوي والله، والله حلو. دعايه ظريفه يعني، انا مش بعمل دعايه يا بنات، خلوا بالكم يعني. القناه المشاهدات بتاعتها، حطوا لايك بقى للفيديو لان القناه بجد المشاهدات بتاعتها واقعه خالص. انا والله يعني بحب اي حاجه انا بستخدمها تكون مفيده. انتوا زي ما بتشوفوني كده ما بنزل لكمش اي حاجه غير اللي فعلا مفيده قوي، او مثلا انتشرت على السوشيال ميديا وانتشرت في الاستخدام، ويعني عايزين نعرف ايه اللي جواها ديت، او هي فعلا حقيقي زي ما هي بيعلنوا عنها ولا لا. تمام بس بنملى بقى البيانات دي، الاسم، السن، العنوان، رقم التليفون، اسم المحل البائع، عنوان المحل البائع. تمام حلو جدا اهو. ممكن تكوني سعيدة الحظ مع زيت البرهان وتحققي حلمك. حلو جدا ده بالنسبة لدي، حلوة وقوية كده. طبعا تحتفظي بيها بعد ما نبعتها على الواتس، نحتفظ بيها يا رب نكسب. ماشي تمام. نيجي بقى هنا الورق التاني، شوفي نفتح مين الاول. نفتح دي. تمام. احدى منتجات شركة هاي كير، هل تعلم نتيجة ايه؟ نتيجة بتبان من اول استعمال. اما نشوف ان شاء الله يا رب. شامبو اون اند اون الطبي، ده بيعلن عن حاجة تانية على فكرة. شامبو اون اند اون الطبي، احدى منتجات البرهان الاصلية، مسجل بوزارة الصحة. اون اند اون الطبي. طيب تمام نشوفه. انا حتى محتاجة شامبو دلوقتي. شامبو بزيت اللافندر، خالي من الصوديوم، حلو جدا، خالي من
السلفات، خالي من السيليكون. حلو جدا. طبعا دي العلبه ودي الازازه تقريبا نفس ازازه البرهان اهي، من نفس الشركه اللي هي هاي كير دي. هل تعلم ان سبب من الاسباب الرئيسيه لتساقط شعرك وتقصفه والهيشان ووجود القشره، هي كلها على فكره اسباب، يعني اسباب مع بعض، تلاقوها كده مجتمعه يا جماعه، صح؟ البنات بقى ايه هم اللي فاهميني كويس. ووجود القشرة، استعمالك لشامبو يحتوي على سلفات أو صوديوم ومواد كيميائية أخرى، ده حقيقي. للأسف كل الشامبوهات اللي بيعلنوا عنها واللي احنا بنجيبها ومفكرين إنها بتغذي شعرنا وإنها حاجة مفيدة جدا، للأسف وأغلى شامبوهات. أنا استخدمت حاجات كتيرة جدا على مدار سني بصراحة، ليا ولولادي. بصوا الشامبو اول حاجه مش بتمنه ومش بكذا. انا عايزه اقول لكم ان في ناس والله تحب تستخدم الصابون، والصابون كمان اللي هو مش هتصدقوا، اللي هو صابون بزيت الزيتون او صابون الغسيل. كان معايا واحده صاحبتي بتستخدم صابون الغسيل، تقول لي لان المنتجات اللي فيها دي زمان قوي يعني فتره الكليه زمان خالص، كانت عشان تحافظ على شعرها كانت بتحب تستخدمه بالصابونه. ففعلا الشامبوهات احنا بنستسهل ومفكرين ان هي اللي بتحلي الشعر او بتحافظ عليه، لا بجد هي اللي بتعمل على تساقط الشعر. ولو بصيتوا هتلاقوا ما شاء الله امهاتنا واجدادنا هتلاقوا يعني لغايه سنهم يبقوا كبير وربنا يديهم الصحه يا رب، لغايه لما يتوفوا تلاقي ما شاء الله شعرهم باروكه حقيقي. حتى والرجاله برضو، ليه؟ علشان ما كانش طلعت الشامبوهات. الشامبوهات سلاح ذو حدين، حاجه كده جميله، ريحه حلوه، سهله في الاستخدام، حاجه سايله تحطيها بسرعه على ايدك في يعني كميه كده غطا ولا حاجه زي معلقه مثلا تحطها على راسك في ثانيه تكوني غاسله الشعر، في حين ان الصابونه يعني مش صعبه قوي. ففعلا بجد الشامبوهات بيبقى فيها المواد للاسف دي هي اللي بتعمل على تقصف الشعر، هي اللي بتعمل على تساقط الشعر للولاد وللبنات. فهنشوف ان شاء الله، هشوف الشامبو دوت هسأل عليه كده يا رب الاقيه ان شاء الله. فيعني نحاول ان احنا نستخدم حاجات فعلا طبيعيه، او نستخدم اللي هو صابون زيت الزيتون، ده حلو جدا على فكره بجد. وانا ان شاء الله يعني انا بفكر نفسي معاكم. هل تعلم ان من اهم الخطوات للعنايه بشعرك وحل مشاكلك الكثيره ان تختار شامبو طبي يفيد شعرك ويدعمه للحصول على افضل النتائج؟ ننصح باستعمال شامبو اون اند اون. طبعا هي برضو دعايه، هنشوف. احدى منتجات شركات هاي كير ايجي البرهان الاصلي، شامبو مدعم بزيت اللافندر الطبيعي ومجموعه من المواد المرطبه للشعر. شامبو اون اند اون مناسب لجميع انواع الشعر، رجال وسيدات زي ما قلت لكم. وفي اون الطبي مناسب للشعر المعالج بالبروتين والكرياتين، حلو جدا. في شامبو اسمه شامبو اون للشعر المعالج، نبقى نشوفه. انا عن نفسي برضو ابقى اشوف اللوجي، لان منتجات جي كي غاليه قوي اللي هي الامريكي، فلو هو فعلا كده للشعر المعالج يبقى حلو قوي. شامبو اون الطبي مناسب للاطفال من بعد 3 سنوات، جميل جدا. وفي شامبو يفك تشابك الشعر، حلو برضو يا بنات ليكم وللبنوتات الصغيره، بتبقى حلوه بصراحه، وبيبقى يعني كويس بحكايه فك تشابك الشعر ديت. وديت ايه بتبقى مشكله جامده. بصوا بقى وبيقول لك برضو انه بيخلص شعرك من الهيشان. شامبو اون ترطيب ولمعان لشعرك، يمنح شعرك رائحه جذابه. شامبو اون اند اون. بصوا انا مش بعمل دعايه، هي الورقه دي جايه مع الزيت بتاع البرهان وهي نفس الشركه، فاكيد اللي خلاني انا شاريه دي ب 175 اكيد الشامبو هيبقى ان شاء الله كويس. يعني زيت البرهان لو طلع كويس ده هيبقى كويس. وده بيقول لك انها كلها فعلا ريحته رهيبه، ريحته حاجات طبيعيه، وما كانوش يكلفوا نفسهم انهم يعملوا عبوه مكلفه او مكلفه زي كده اللي هي بالحديد دي. شامبو اللي هي صفيح، تمام. بصوا العبوه صراحه خطير. شامبو طبي بزيت اللافندر، ماشي. دي الورقه عن الشامبو اهي، زي اعلان كده للشامبو اللي هو يبقى حلو نستخدمه مع ده، ماشي نجيبه ان شاء الله. حلو.
يعني والله يبقى كويس، لان هم وصلوا اخيرا ان كل الشامبوهات، الشامبو، البلسم، وتنعيم الشعر، ومش عارفه ايه، وضد القشره، كل ديت مواد كيميائيه بتؤدي الى يا جماعه الصلع المبكر، والى مش عارفه يعني اوصف لكم ازاي، يؤدي الى الصلع المبكر، تساقط الشعر والتقصف، المظهر الغير صحي تماما، وتلاقوا كده الشعر عباره عن فتل، شويه شعر كده منحوت، سواء لراجل او لست. فطبعا يعني حتى الشباب الصغير للاسف بقى كده، اكيد بسبب الصوديوم والمواد الكيميائيه اللي بتبقى في الشامبوهات، ده حقيقي. يعني هي الشامبو علشان ينعم شعرك او شعرك، او علشان يشيل القشره، طبعا معمول اصلا بمواد كيميائيه مش مواد طبيعيه، هيشيل القشره ويشيل الحاجات دي، وهيشيل شعرك معاه للاسف، يا اما عن طريق التساقط ثم الصلع المبكر، يا اما عن طريق التقصف فالتساقط فالصلع المبكر، برضه النتيجه واحد. فخلينا في الحاجات الايه الطبيعيه كده، يا مسهل يا رب. بقول لك هنا شهاده اصليه، اصليه المنتج، برضو نحتفظ بيها عشان لو كسبنا الحاجات الجميله، اللي هو حتى خلاط حلوه برضو. بص بقى، طريقه الاستعمال مره واحده يوميا، تمام. وعاملين العلامه بتاعه الايزو، دي علامه الصحه العالميه اهو، تمام. والمنتج اصلي، ماشي تمام. سيتم استعمال المنتج بطريقه تدريجيه لمده 3 ايام، والبدايه بالمعالج للتساقط. مش عارفه، ماشي. وده ضد الهيشان. بصوا كله هينفع ان شاء الله. 1. غسيل الشعر جيدا بالشامبو، ويفضل استخدام شامبو البرهان، نشوف شامبو البرهان. 2. تحضير فنجان صغير ونضع به كمية مناسبة لكثافة وطول الشعر، يعني كمية مناسبة لشعرك أو لشعرك. طبعا لو ولد ده هتبقى حاجة بسيطة جدا على راحة الإيد، يعني لأن طبعا مهما كان شعره برضو طويل هيبقى طوله قد إيه، حاجة بسيطة جدا. وضع كمية قليلة بأطراف الأصابع من الزيت ودهان فروة الرأس اهي. بصوا بقى، نحضر فنجان صغير نحط فيه كمية مناسبة من الزيت، يعني ماشي تمام. ممكن على فكرة لو غطا، انتوا عارفين لو غطا، مش الغطا بتاع الإزازة، أي غطا مثلا بتاع عبوة حاجة عندك وهترميه، استخدميه علشان يبقى يدوبك على القد، عشان ما تستخدميش كمية كبيرة. يعني خلط الكمية، نخلط كمية نحط كمية من الزيت، نحط فيها فيتامين ه لتفادي وجود نسبة أنيميا، لتفادي وجود نسبة أنيميا. مش عارفة ايه هي دي للشعر. وضع كمية قليلة. بصوا يا جماعة اهو، ادي شريط فيتامين ه، وده رخيص جدا، ده سعره اقولكم عليه، بصوا 10 جنيه او 15، يعني مش هيتعدى كده، تمام. يبقى هنحط كميه من الزيت، هنحط عليها نفتح اللي هو الفيتامين ه، ونستخدم ده اول 3 ايام، يعني تستخدمي 3 برشامات، وبعد كده خدي البرشام بقى كل يوم برشامه كده، خديها بعد الفطور هتستفيدي برضه. مش عارفه انا بهبد ولا ايه، بس ان شاء الله صح يعني، ان شاء الله انا سالت. ودهان فروة الرأس بطبقة من الزيت، يعني نقلب البرشامة في شوية زيت كده اللي هيناسبوا شعرك، زي الغطا، زي هي شوية في غطا مثلا زي غطا الإزازة، تمام. ونفضي فيه ديت، وبعد كده نبدأ نقلب فيه البرشامة وناخده على راحة ايدنا كده وندهن بيه شعرنا. وضع كمية قليلة بأطراف الأصابع الزيت، والدهان فروة الرأس طبعا الأول بطبقة من الزيت حتى الامتصاص، ثم الانتقال لمناطق أخرى بالرأس دون التكرار على نفس المنطقة، عشان طبعا ما يزيدش شعرك كتير، يعني ما تكرريش كتير وانت بتحطي في المرة الواحدة. يمشط الشعر بمشط خشب واسع، برضو عوامل هي الادوات اللي احنا بنستخدمها دي مهمه جدا يا بنات. زمان كانوا بيستخدموا امشاط او فلات كمان، من ناحيه واسعه اللي هو المشط، ومن ناحيه ضيقه عارفينها ديت اللي هي الخشب، فعلا بجد صحيه. اللي للاسف احنا بنستسهل، لان احنا بنجيب الخشب نقعد نقول ايه قوي ناشف، فروه راسنا ما بقتش مستحمله، ما بقتش مستحمله يا فندم، بسبب الشامبوهات والكريمات والحاجات اللي كلها مواد كيميائيه اللي احنا مفكرينها انها بتنعم، لكن هي ديت اللي بتعمل الصلع المبكر، ده حقيقه على فكره. واستخدامنا للامشاط البلاستيك، واستخدامنا للحاجات السيليكون، كل الكلام ده
يا رب نعرف ان احنا نتفاداه. مشط خشب وزيت زي دوت وشامبو ان شاء الله هجيبه ونجرب ونشوف النتيجه تبقى ايه. للاطراف المتقصفه تدهن جيدا بالمعالج وتمشط. يكرر الدهان يوميا لمده 3 ايام بدون غسيل بالشامبو. ما نغسلش الشامبو خلال ال3 ايام. عايزه اضطريتي انك تغسلي شعرك، يعني مثلا هتاخدي شاور وتغسلي شعرك، او هتاخد يعني شاور برضو، ده للرجال يعني الذكور وللاناث، الرجاله والستات. ممكن عادي تغسل شعرك بميه بس ساده، او تغسلي شعرك بميه ساده من غير شامبو، تمام، علشان انت بتخف عنه حمل برضو يعني بتخليه يحتفظ بالزيوت بتاعته. واليوم الرابع يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو ونقوم بعمل الاختبار. نتيجة الاختبار مقارنة نسبة التساقط. شوفي بقى نسبة التساقط كده وصلت لغاية فين قبل وبعد الاستعمال. طبعا انت عارفة الكمية اللي بتقع من شعرك اصلا لما بتيجي تغسليه، فانت طبعا هتلاحظي ما بين الصورتين. وصوري برضو من 30 و40، ممكن تصوري اللي طالع فيه المشط، الشعر اللي طالع في المشط قبل ما تستخدميه، والشعر اللي طالع في المشط بعد الاستخدام ب3 ايام. عن الصورة الأولى نكمل باقي الأسبوع بالمعالج فقط، وبعد 7 أيام مقارنة نسبة التساقط في الصورة الحالية بالصورة الأولى إلى أن تصل التساقط أقل كثيرا بنسبة 85%. تمام. والنسبة بعد 3 أيام أقل من 30%. سنقوم بتكثيف الاستخدام مرتين يوميا صباحا. تعليق بس يا جماعة، الفيتامين هي دوت بتروحي عشان هي كبسوله، بصوا جيلاتينيه كده، هي فيها زيت، فاهمني؟ فده برضو ده زيت وده زيت، فتمام يعني. هتخرموها بدبوس كده، اي دبوس بس، وتفضي الكبسوله. على فكره في يعني ده انا شايفه انه اهون واسهل وكمان اقل تكلفه من انك تجيبي كبسولات تفضيها في فروه الراس. يعني في كبسوله غاليه جدا تتفضى في فروه الراس وما بتعملش حاجه. على فكره جبناها مره. بصوا بقى بعد كده، ويكرر يوميا لمدة 3 أيام. في اليوم الرابع يغسل الشعر بشامبو. خلاص تمام. طريقة الاستعمال واحدة لل3 أنواع، واحدة من ال3 أنواع اللي احنا قلنا عليهم، اللي ما هم 3 ألوان. المنتج الخاص بالفرد غير مناسب للشعر الناعم أو الدهني. يعني المنتج ده تمام قوي، كويس ان انا قريت لكم الحكايه دي. غير مناسب للشعر الناعم، الشعر الناعم خالص، انسيابي حرير ما شاء الله، ما يستخدمش ده. يستخدم النوعين التانيين اللي هو للتساقط ومش عارفه لايه تاني، للمعالجه برضه، للتقصف والتساقط، واحد كده واحد كده. يبقى المنتج الخاص بالفرد غير مناسب للشعر الناعم او الدهني. ده على فكره يدل على ان هو قد كده هو شغال جامد يعني، ماشي يا مساعد. المنتج آمن على الأطفال من بعد عمر سنة لأنه زيوت طبيعية، مش أي مشاكل. فعلا القرنفل، بذر الكتان، طبعا الزيتون، كل الكلام دوت هي أحسن وأهم حاجات. يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا. معلش أنا آسفة جدا للإطالة، حبيت إن أنا أقرأ لكم كله كأنكم أنتوا اللي فاتحينه وأنتوا اللي بتقروا اللي على العلبة. اللي على العلبة الحلوة الصفيح دي ممكن نستخدمها حصالة يا جماعة. ده لو ينفع يعني، لو بنشيل فلوس يعني. لا بجد حلوه، تستخدميها لاي حاجه، تحتفظي بيها كمنظم لاي حاجه، او اي حاجه انت خايفه عليها علشان انها حديد. لو مسافره تقدري طبعا تحطي ازازه الزيت فيها، بحيث انه تبقى كده ايه ضمان ان الحاجه ايه ما تقعش. خلاص يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واسفه تاني على الاطاله. وما تنسوش حبايبي لايك للفيديو. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، مع الف سلامه.